قصة إسكوبار الصحراء، من رمال المال إلى محاكمة العروش. قصة الحاج أحمد بن إبراهيم المعروف إعلامياً ب إسكوبار الصحراء ليست مجرد قصة تاجر مخدرات صعد وسقط، بل هي رواية متشابكة عن النفوذ، الخيانة، وتغلغل شبكات الجريمة المنظمة في أعلى مستويات السلطة والمال. تبدأ الحكاية من قلب الصحراء وتستمر فصولها المثيرة حتى اليوم داخل قاعات المحاكم. الفصل الأول: راعي الجمال الذي أصبح خبيراً 1976-2000. ولد الحاج أحمد بن إبراهيم في مدينة كيدال شمال مالي عام 1976، ونشأ في بيئة صحراوية قاسية، حيث كانت مهنته الأصلية هي رعي الجمال. هذه البداية المتواضعة منحته معرفة عميقة وواسعة بمسالك الصحراء الكبرى الوعرة ودروبها السرية، وهي معرفة ستكون مفتاح إمبراطوريته لاحقاً. نقطة التحول الأولى جاءت مصادفة. يقال إنه ساعد سائقاً فرنسياً تعطلت سيارته أثناء رالي داكار الشهير. هذا اللقاء فتح له باباً جديداً، حيث أثار ذكاؤه ومعرفته بالمنطقة إعجاب السائق، فقرر إشراكه في تجارة استيراد وتصدير السيارات بين إفريقيا وأوروبا. هذا العمل كان بمثابة غطاء مثالي لبناء شبكة علاقات دولية والتعمق في مسالك التهريب. الفصل الثاني: البارون والنفوذ 2000 إلى 2015. تحول الحاج أحمد بسرعة فائقة إلى التجارة الأكثر ربحاً، تهريب الكوكايين عبر مسار الصحراء. استغل معرفته الجغرافية لإنشاء جسر سري ينقل الشحنات من أمريكا اللاتينية عبر الساحل الإفريقي، موريتانيا والمغرب، وصولاً إلى أوروبا. لضمان عمل هذا الجسر لم يكن البارون يعتمد على المال فقط، بل على شراء النفوذ والولاءات. الثراء الفاحش: بدأ يعيش حياة الأثرياء بامتلاك عقارات في البرازيل، بوليفيا وروسيا، بالإضافة إلى جزيرة خاصة في غينيا. وفي المغرب استحوذ على فيلا فاخرة في كاليفورنيا بالدار البيضاء، وشقق في وجدة والرباط. نسج الشبكة: في المغرب قام بن إبراهيم بنسج شبكة معقدة من العلاقات مع شخصيات وازنة، أبرزهم قيادات سياسية بارزة ورجال أعمال ومسؤولون أمنيون. كان هدفه ضمان حماية عملياته وتبييض أمواله عبر شراء العقارات والشركات. الفصل الثالث: السقوط والخيانة، من 2015 إلى 2019. في عام 2015 تعرض البارون لانتكاسة كبرى، أوقفته السلطات الموريتانية بمذكرة اعتقال دولية ليقضي فترة في السجن، لكن ما حدث خلال فترة اعتقاله هو ما أشعل فتيل القصة الحالية. اكتشف الحاج أحمد أن شركائه في المغرب قد خانوه وتآمروا عليه. بعد دفعه مبالغ ضخمة للخروج من السجن الموريتاني، تفاجأ بأن ممتلكاته في المغرب، وخصوصاً فيلا الدار البيضاء، تم الاستيلاء عليها وتحويل ملكيتها بطرق مشبوهة إلى قيادات سياسية مغربية كانت على علاقة به، أبرزهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي. شعر البارون بالغدر، فقرر العودة إلى المغرب عام 2019 لاسترداد أملاكه والانتقام، لكن تم توقيفه مباشرة في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء على خلفية قضايا تهريب سابقة. الفصل الرابع: تفجير الأسرار والمحاكمة الكبرى 2023 حتى اليوم. في السجن المغربي قرر إسكوبار الصحراء ألا يسقط وحيداً. بدأ ينسف شبكة العلاقات التي بناها، وكشف تفاصيل دقيقة عن شركائه في المغرب ليقدم شكاوى ضد قائمة طويلة من الأسماء النافذة. هذه الشكاوى فجرت أكبر شبكة فساد وتهريب مخدرات تشهدها البلاد. أبرز التطورات في المحاكمة مستمرة: 1. الاعتقالات الواسعة. في نهاية 2023 تم اعتقال وإيداع أكثر من 25 شخصاً. السجن بينهم القياديان البارزان في حزب الأصالة والمعاصرة سابقاً، سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي والبرلماني السابق، عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق السابق. وشملت القائمة أيضاً مسؤولين أمنيين وموظفين عموميين وموثقين ورجال أعمال. المواجهة والتنصل: يواجه المتهمون تهماً ثقيلة تشمل الاتجار الدولية في المخدرات، التزوير في محررات رسمية، وتبييض الأموال واستغلال النفوذ. لكن الناصري وبعيوي ينفيان التهم، ويصف الناصري ما يرويه البارون بأنه مؤامرة. شهادة المشاهير: أثارت المحاكمة المزيد من الجدل باستدعاء شخصيات معروفة، أبرزها الفنانة لطيفة رأفت طليقة البارون، التي أدلت بشهادتها التي زادت من غموض القضية. فقد نفت أن يكون طليقها يمتلك المليارات التي يتحدث عنها، مشيرة إلى أنها لم ترى أي أموال ضخمة، مما خلق تناقضاً كبيراً بين أقوال البارون وشهادات المقربين. 4. تأجيلات وإثباتات.
تتسم جلسات المحاكمة بالتأجيل المستمر بسبب طلبات الدفاع لإجراء مواجهة بين الأطراف أو لظروف صحية للمتهمين، وبسبب حاجة المحكمة لفتح تحقيقات جديدة في وثائق التزوير وعقود الملكية المقدمة من الأطراف. المحكمة الآن تسعى للوصول إلى الحقيقة بين تهم البارون التي يصفها الدفاع بالانتقام وإنكار المتهمين الذين يصرون على براءتهم. تستمر محاكمة إسكوبار الصحراء وشبكته، وتتحول كل جلسة إلى فصل درامي جديد يكشف عن المزيد من الأسرار. القضاء مطالب بالكشف عن حقيقة الأموال الضخمة المتبادلة والبت في تهم التزوير والفساد. القصة لا تزال مفتوحة، والكلمة الأخيرة فيها لم تخرج بعد من قاعة المحكمة بالدار البيضاء.